السلام عليكم. مريت الصراف حقت الراجحي بصرف فلوس، لو كنت دخلت البطاقة يوم زرمته بروح للصراف وبطلع بدل فاق. لو يقول لي واحد راح راجع باكر البنك، لو برجع البنك يقول اصرف ليه اصبر لين يجي على قولتهم الصراف ذا اللي يفتحه ويطلع عليك. لو كنت غرابيل شوفوا الراجحي وش سوى. كان صايب بعد راسي الفرع الرئيسي اللي عندك ومنطقتك اللي هو فرع الراجحي، تروحوا فيه هناك جهاز ذاتي بصور لكم وطريقته وشلون. أهل الرس بنك الراجحي اللي بعد الليزر اللي على برواز الحمياني. شوفوا هذا بنك الراجحي، هذا اللي تطلع منه صرافة. الحين بندخل في صرافة هنا، هذه واحدة وهذه اللي هي هذه اليسرى. شفت أول ما تدخل عندك اليسار تلقى الأيباد. أنا هذه صرافة تجي هنا وتضغط طباعة بطاقة الراجحي مدى، تشوفون من دون بطاقة من دون شيء، تحط طباعة بطاقة مدى. لك الحين دخل الحساب، بندخل الحساب. بعد ما تدخل يجيك تأكيد، طبعا يقول دخل بطاقة الأحوال. ليه؟ علشان بيرسلوا لك رسالة على جوال أبشر اللي معي. طبعا هذه الرسالة وجار رقم، تشوفون كلمة السر ندخلها الحين هنا على هالرقم ذي. بعدين يطلب منك تأكيد البصمة. شوف ها، الرجاء انتظار تأكدون من البصمة. الحين تمت مطابقة البصمة. الحين جالس يطلع الصراف لين تصل 100% تطلع من هنا. نشوف هنا تحرك تطلع 100%، تستلمه من هنا الحين على طول. وهذه البطاقة تم طباعة الصراف بنجاح، وهذه هي الصراف. طبعا لازم تمر الصراف وتفعله على نفس الرقم اللي جاك. شفت الرقم اللي وصل قبل شوي، ترجع وتغير الرقم السري عشان تجيك رسالة على الجوال. شوف جاء الرقم، ندخل الرقم الحين. يطلب منك الحين الرقم السري اللي تبيه تحطه بطاقتك. تم. كذا أخذنا بطاقة صراف وفعلناه وخلصناه بحدود تقريبا 3 دقائق فقط لا غير. شكرا يا الراجحي، ما قصرت.